بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 4، وحشتوني جدا جدا. طبعا احنا في الحصص اللي فاتت أخدنا فكرة عن المنهج، قسمنا المنهج to themes. كل themes كان فيه 4 امتحانات. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نحل الاختبارات النهائية بتاعة المحافظات اللي جت في السنين اللي فاتت. لازم نركز مع بعض كويس جدا ونقرأ السؤال واحدة واحدة ونقرأه بالكامل ونترجمه. هنعرف نترجم السؤال، هنعرف نحل. طيب مطلوب مني ايه في مادة الاي سي تي عموما؟ ان انا احفظ الكلام اورال، مش لازم احفظه بالكتابة، لان الامتحان بيجيلي على هيئة true false وبيجيلي على هيئة choice، فالموضوع بيبقى بسيط مش صعب خالص. بس احنا اهم حاجة نركز ونشوف اول اختبار معانا النهاردة، ونقول اول سؤال put true or false. The taxi driver relies on the GPS device. طيب سواق التاكسي بيعتمد على جهاز اسمه GPS. طب GPS ده ايه؟ عارفين لما احنا بنكون رايحين في مكان ومش عارفين المكان ده بالظبط، فبنشغل حاجة اسمها GPS علشان تقول لنا المكان فين بالظبط. فطبعا هقول له المعلومة دي true. ونشوف تاني سؤال عندي. The most common chart is the horizontal chart. قال لي المخطط الأكثر شيوعا هو المخطط الأفقي. كلمة horizontal chart يعني المخطط الأفقي. طبعا false. نشوف number 3. Books are sources of data collection. قال لي هل الكتب تعتبر من المصادر اللي بقدر أجمع منها بيانات؟ طبعا. أنا مثلا لو أنا بذاكر، أول حاجة هتجه ليها الكتاب. ليه؟ علشان أعرف أي بيانات أو أي معلومات هعرفها عن طريق البوكس، فطبعا هقول له true. Number 4. Google is the most famous operating system. نخلي بالنا بقى من الأسئلة دي كويس جدا. هو يعني ايه operating system يا ميس؟ يعني نظام تشغيل. طب نظام تشغيل ده يعني ايه نظام تشغيل؟ يعني انا مثلا عندي كمبيوتر، ينفع افتح الكمبيوتر من غير ما يكون عندي الويندوز؟ اكيد لا. الويندوز ده انا بقول عليه operating system، نظام تشغيل. طيب الجوجل ده اساسا يعني مكان انا بعمل منه سيرش على اي حاجة انا عايزها، فملوش علاقة بايه؟ بالاوبريتنج سيستم، فكده هقول له ايه؟ false. ونشوف number 5. The graph can be drawn on paper only. ايه ده؟ السؤال ده مهم جدا. هو انا ما اقدرش اعمل جراف رسم بياني غير على ورق بس؟ اقول له طبعا false. ليه؟ لان انا عندي برنامج اسمه الاكسل، اكسل بروجرام، انا من خلاله ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل جراف. Number 6. The search engine is used to easily find the answer to a question. طيب ايه السيرش انجين ده؟ محرك البحث، زي جوجل كده. انا بقول على جوجل ده سيرش انجين، محرك بحث، بستخدمه علشان انا عندي سؤال وعايز اجابة للسؤال ده. هل لما استخدم السيرش انجين ده هيجاوب لي على السؤال ده بكل سهولة؟ طبعا true. انا بقى بدل ما اقعد ادور في الكتب بتاعتي وابحث عن المعلومة اللي انا عايزها، اسهل حاجة عندي ان انا اعمل عليها سيرش على السيرش انجين وليكن جوجل. ونشوف number 7. The input units contains MIC keyboard mouse. طيب
يعني ايه؟ قال لي وحدات الادخال، قال لي input units يعني وحدات الادخال. طب يعني ايه يا ميس وحدات الادخال؟ انا عندي في الكمبيوتر بتاعي في حاجه اسمها input units و output units. طب الانبوت يونتس زي المايك والكيبورد والماوس. طب ليه؟ اقول لك ليه. لان انا مثلا المايك انا بدخل صوتي فيه او بتكلم فيه، الصوت بايه بسمعه، يبقى انا كده دخلت حاجه ولا ما دخلتش؟ طبعا دخلت صوت. طب الكيبورد اللي هي لوحه المفاتيح، من خلالها انا بدخل ايه؟ بدخل الحروف والارقام. طب الماوس برضو انا لو ما بحركش الماوس كده يمين وشمال ومثلا انا دلوقتي اهو علشان مثلا اكتب ترو انا استخدمت الماوس. فاهمين قصدي ايه؟ فكلها بقول عليها input units وحدات ادخال. طب في حاجة تانية غير وحدات الادخال input units، طبعا انا عندي حاجة اسمها output units وحدات الاخراج. زي مثلا السكرين اللي انا شغالة عليه دلوقتي، الشاشة، بقول عليها output units. ليه؟ لان انا لما كتبت مثلا true او false او بكتب اي حاجة بتطلع لي على الايه؟ على السكرين. فمثلا السكرين دي من الاوتبوت يونتس، وعندي البرينتر الطبعة من ضمن الاوتبوت يونتس. ونشوف نمبر 8. CPU is output unit. طب يعني ايه CPU يا ميس؟ يعني Central Processing Unit، يعني وحدة المعالجة المركزية اللي هي بتتحكم في كل حاجة عندي في الجهاز. دي من الاوتبوت يونت؟ هقول له طبعا false. ليه؟ دي انا بقول عليها وحدة المعالجة المركزية ملهاش اي علاقة بوحدات الاخراج. ونشوف تاني سؤال معايا. choose the correct answer. Number 1. To install file from the internet we use. علشان انزل ملف من على الانترنت هستخدم ايه؟ يعني كلنا اكيد مثلا بيبقى عندنا جيم عايزين ننزله، بيبقى عندنا بيكتشر عايزين ننزله، بيبقى عندنا فيديو عايزين ننزله. طب لو انا عايز اعمل انستول، يعني ايه انستول؟ تثبيت لملف معين، هدوس على ايه او هستخدم ايه؟ هستخدم داونلود. هستخدم كلمة داونلود. كلمة داونلود يعني ايه؟ تحميل. شوف نمبر 2. Noat is the most famous search engine that used all over the world. قال لي ايه محرك البحث المشهور اللي الناس كلها بتستخدمه حول العالم؟ طبعا انا لسه قايله فوق المعلومه دي، اي حاجه انا مش عارف اجيبها او عايز ابحث عنها على طول اقول ايه؟ ده انا هدخل على جوجل. ونشوف نمبر 3. Noat includes your name, address and your date of birth. قال لي ايه اللي بيتضمن اسمك وعنوانك وكمان تاريخ ميلادك؟ كلها انا بقول دي عليها معلومات شخصية. طب كلمة معلومات شخصية بالانجليش يعني ايه؟ يعني personal information. نشوف نمبر 4 عندي بيقول لي ايه. Noat is the best software that can be used to analyze data. ايه البرنامج المفضل او افضل برنامج استخدمه علشان اعمل analyze data؟ يعني ايه analyze data؟ احلل البيانات. طب يعني ايه احلل البيانات؟ يعني اعملها في صورة جدول. طيب طبعا هستخدم مايكروسوفت اكسل. كلمة MS دي اللي بتتكرر لي في كل الاختيارات اختصار لكلمة مايكروسوفت. طيب مايكروسوفت وورد ده بعمل من خلاله ايه؟ بعمل من خلاله ريبورتس. طب المايكروسوفت باوربوينت بعمل من خلاله بريزنتيشن. تمام؟ مايكروسوفت اكسس، طيب كل الاختيارات اللي عندي ما تنفعش ما عدا المايكروسوفت اكسل، هو اللي من خلاله ان انا اقدر اعمل انالايز داتا، يعني احلل البيانات. ونشوف نمبر 5. Noat allows to enter sounds to the computer and record words. حلو قوي السؤال. ايه اللي بيسمح لي ان انا ادخل الاصوات للكمبيوتر وكمان اسجل لو انا عندي بقى تسجيل؟
طبعا أكيد هختار المايك. مايك طبعا اختصار كلمة ميكروفون يعني. نشوف number 6. responsible for data processing is not. حلو قوي السؤال ده ونركز مع بعض فيه. ايه اللي مسؤول عن معالجة البيانات؟ طبعا هقوله CPU Central Processing Unit. كلمة Central Processing Unit اختصارها CPU. هو استحالة هيجيبها لك كجملة كده يكتب لك Central Processing Unit، لا هيجيبها لك على هيئة ايه؟ حروف مختصرة يعني. طبعا اكيد مش بيعالج لي البيانات الماوس ولا البرينتر الطبعة ولا الكيبورد ملوحة المفاتيح. ونشوف اخر سؤال معايا النهارده في اول امتحان. نقط was discovered in the era of the electronic evaluation. قال لي ايه اللي تم اكتشافه في عصر الثورة الإلكترونية الحديثة؟ طبعا هقول له الساتلايت. عارفين الساتلايت اللي هو ايه؟ الأقمار الصناعية. دي من ضمن الاستكشافات اللي استكشفت في عصر الايه؟ الثورة الإلكترونية. ونخش على الاختبار التاني. وأول سؤال عندي بيقول لي choose the correct answer. Number 1. The نقط is responsible for entering the data into your computer. حلو قوي. ايه اللي مسؤول عن ادخال البيانات في الكمبيوتر؟ طب هو انا هدخل اي بيانات عن طريق ايه؟ اكيد عن طريق الكيبورد. انا اقدر ادخل اي بيانات غير من على الكيبورد؟ اكيد لا. طب السي بي يو يا ميس، انا لسه قايله لك فوق السي بي يو بيعمل لي ايه؟ قال لي السي بي يو هو اللي مسؤول responsible for data processing عن معالجه البيانات. طب البرينتر بقول عليه ايه اصلا؟ بقول عليه output. طيب الداتا البيانات طبعا هنختار الكيبورد. ونشوف معانا question number 2. نقط help people with limb difference to go about their daily lives. طيب معناه ايه؟ معناه ايه السؤال؟ قال لي ايه اللي بيساعد الناس اللي هم عندهم مشاكل في الأطراف؟ يعني ايه؟ أحد أطرافهم مش موجودة. طيب في حاجة بتقدر تساعد الناس دول في حياتهم اليومية؟ طبعا عندي حاجة اسمها prosthetic leg. يعني ايه prosthetic leg؟ القدم الصناعية. دي حاجة كده شبه القدم الحقيقية، بس بيلبسوها عشان يقدروا ان هم يقوموا بحياتهم اليومية. ونشوف مع بعض question number 3 بيقول لي ايه؟ one of the ethical behaviors in using ICT tools is you can get. طيب هل ال ICT tools أدوات ال ICT ساعدتني إن أنا أحصل على إيه؟ أحصل على headache صداع؟ أكيد لأ. هحصل على updated news يعني عارفين إن أنا أسمع أو أشوف الأخبار أول بأول، ولا هحصل على wrong answer إجابة خاطئة، ولا على صورة؟ أكيد هحصل على update news أخبار حديثة أو أخبار محدثة يعني خبر يوم بيوم. ونشوف number 4. A strong password should be at least نقط characters. الباسورد القوي المفروض يعني يكون مكون على الأقل من كام characters؟ طب كلمة characters يعني إيه؟ كلمة characters يعني حروف، أرقام، letters، numbers، symbols، دي بقول عليها characters. طب أقل حاجة ممكن أكتبها في الباسورد هما 8 characters. طيب نشوف number 5. By using PowerPoint you can use نقط that make text looks interesting. وأنا بستخدم الباوربوينت
طب الباوربوينت ده انا بعمل من خلاله ايه؟ انا بعمل من خلاله برزنتيشن، عرض تقديمي. قال لي ان انا ممكن اخلي ايه، استخدم ايه من الاختيارات اللي عندي، واخلي التكست اللي انا عامله يشد انتباه اللي بيتفرج على البرزنتيشن ده، يخليه كده شيق. هستخدم ايه؟ هستخدم شيب، هستخدم شكل، ولا هستخدم image صورة، ولا هستخدم word art؟ طب word art ده برنامج كده، برنامج زي برنامج رسم، ولا هستخدم بيج صفحة؟ أكيد طبعا هستخدم word art. ونشوف السؤال اللي بعده. نقط can discover objects buried underground. يعني ايه؟ قال لي ايه اللي بيخليني اكتشف الاشياء اللي تحت الارض، الموجودة تحت الارض. طيب اول ما اشوف السؤال ده هفكر انا عندي الجي بي ار. يعني ايه جي بي ار؟ يعني ground penetrating radar. كلمة ground penetrating radar يعني جهاز بيستكشف الحاجات اللي موجودة تحت الأرض. يبقى هو ده ولا مش هو؟ تعالوا نشوف الباقي. عندي ماجنيتوميتر. الماجنيتوميتر ده هو اللي بقيس بيه المغناطيسية، بشوف الحاجة اللي عندي دي بتنجذب للمغناطيس ولا لأ. طيب ايه كمان؟ الجي بي اس. الجي بي اس ده اللي هو برنامج تحديد المواقع. طيب عندي كمان الوورد ارت. الوورد ارت ده برنامج اساسا ما يخصش اي استكشافات، اي ديسكفرد، ده حاجه خاصه بالباوربوينت، فطبعا هختار الجي بي ار. وخلي بالك قال لي ايه؟ اندر جراوند يعني تحت الارض. طيب اول حاجه بدأ لي بيها ايه؟ حرف الجي. اول حاجه حرف الجي. عارفين حرف الجي اختصار لكلمه ايه؟ جراوند. ونشوف نمبر 7. نقط is considered from software in the personal computer. ايه اللي بيعتبر من البرامج الموجودة على جهاز الكمبيوتر الشخصي بتاعي؟ السي بي يو، وحدة المعالجة المركزية السنترال بروسيسنج يونت، ولا الماوس، ولا الجي بي ار، ولا الويندوز؟ وانا مغمض هختار الويندوز. ليه يا ميس؟ لان انا قلت ان الويندوز ده هو سوفت وير. تمام؟ سوفت وير يعني ايه؟ سوفت وير يعني برنامج. كل الحاجات اللي موجودة عندي دي مش برامج. خلاص؟ فطالما قال لي سوفت وير هقول له على طول مين؟ هقول له على طول الويندوز. ونشوف اول سؤال عندي في true or false. بيقول لي ايه؟ if you can't find a file. لو انا مش لاقي ملف you should restart your computer. ايه ده؟ اعمل اعادة تشغيل الكمبيوتر؟ طبعا غلط. طب ليه غلط؟ لان انا مش لاقي الملف، هعمل ريسيرش او هعمل سيرش على الفايل ده علشان الاقيه. مش هرستر الكمبيوتر، مش هعيد تشغيله. نمبر 2 you must ask permission before posting any information related to your friends. قال لي هو انا لازم عليا ان انا اخد الاذن. طب قال لي before. يعني ايه before؟ قبل ولا بعد؟ كلمة before قبل ما انشر اي معلومات عن اصدقائي طبعا هقول له true. مش من حقهم ان انا اخد اذنهم. انا صورت مثلا صورة مع اصدقائي، لازم اخد حاجة اسمها permission. يعني ايه permission؟ يعني اذنهم. نشوف نمبر 3 بيقول لي ايه؟ bullying is repeated unkind behavior towards someone which make him feel trapped. يعني ايه؟ قال لي البولاينج يعني التنمر. طبعا ده سلوك غلط جدا وسلوك وحش قوي. قال لي ده معناه انه اسلوب غير لطيف متكرر اتجاه شخص معين. تمام؟ ده بيخليه
يحس ان هو كل الناس بتتنمر عليه. يعني انت لو اتنمرت عليه اي حد هيقول له اي كلمة هيحس بالايه؟ هيحس بالتنمر، فطبعا ده true. Number 4, the plus sign is used to get unwanted results in the search process on the internet. هل العلامة بتاعة البلس دي معناها ان انت هتحصل على نتائج غير مرغوب فيها في عمليات البحث على الانترنت؟ طبعا فولس. ده بالعكس، لما انا اعمل بلس دي معناها ان انا عايز النتائج دي. Number 5, the magnetometer is used to determine places via satellites. طب ده انا قلت فوق الماجنيتوميتر ده هو جهاز الكشف عن المغناطيسية. طيب ده بيستخدم علشان تحديد الأماكن عبر الأقمار الصناعية؟ طبعا هقوله فولس. طيب مين يا مينس اللي بيعمل كده؟ طبعا الجي بي اس. ونشوف number 6. Bar graph is a good way to display and compare results. حلو قوي السؤال. طب ايه البار جراف ده ميس؟ قال لي الرسم البياني اللي هو الشريطي. قال لي طريقة كويسة ان انا اقدر اعرض النتائج بتاعتها واقارن ما بين النتائج. طبعا هقول له true. ونشوف question number 7. People may use instant messaging to communicate with friends. طيب هل الاشخاص ممكن يستخدموا حاجة اسمها instant messaging؟ يعني ايه؟ رسائل فورية. يعني ايه رسائل فورية؟ يعني انا اقول لك رسالة ترد عليا على طول. دي طريقة ان انا اتواصل بيها مع زملائي. طبعا هقول له true. ونشوف اخر سؤال معانا النهاردة question number 8 بيقول ايه؟ CPU is considered of the hardware components of a computer. هل ال CPU يعتبر من المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر؟ طب احنا الأول نعرف يعني ايه CPU، وقلناها قبل كده. CPU يعني وحدة المعالجة المركزية، اللي هي اختصار لكلمة Central Processing Unit. هل بتعتبر من المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر؟ يعني ايه مكونات مادية؟ يعني مش برنامج، يعني حاجة أنا أقدر إن أنا ألمسها. طبعا هقول له true. وبكده نكون النهاردة خلصنا أول 2 exams في الاختبارات النهائية لمادة ال ICT لجريد 4. يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بسهولة. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة وتدعموني بشير ولايك وسبسكرايب وكومنت حلو منكم. السلام عليكم.